مقابر وادي السلام موجودة في العراق وتحديدا في منطقة النجف. انت لو ما سمعتش بالمكان ده قبل كده فخليني اقولك ان دي واحدة من اكبر المقابر في العالم، لان مدفون فيها اكتر من 6 مليون انسان. اقولك ان في احصائية بتقول ان يوميا بيندفن فيها اكتر من 100 بني ادم، وكمان دي من كبرها معمول ليها 8 بوابات ب8 شوارع بيوصلوا لبعض. القبور هناك نوعين، في اللي بيكون عالي فوق سطح الأرض بحوالي متر، وفي اللي بيكون عبارة عن سراديب تحت الأرض. انت لو دخلت تزور حد وانت مش حافظ مكان قبره كويس، صدقني هتتوه جوه لوقت طويل، وانا شخصيا مضمنش هيحصل معاك ايه جوه وهل هتخرج ولا لا. وبسبب مساحة المقبرة المهولة ده خلى كتير من السحرة والدجالين يلجأوا للمقبرة علشان يدفنوا فيها أعمالهم وسحرهم الأسود، وكل عمل من دول طبيعي بيكون متسخر معاه جن. فركز معايا في اللي جاي. يقال ان في المقبرة دي بيظهر جن معين، وده من الغيلان، والغيلان دول احد اقوى انواع الجن واشرسهم على الاطلاق. والجن ده بعد ما الليل يليل بيصطاد الفريسة بتاعته، علشان كده الكل بقى عارف ان بعد ما الليل يليل ممنوع تدخل المقابر دي نهائي. ويقال بتظهر فيه واحدة ست شايلة طفلة صغيرة، وشكل الست مرعب وكفيل يجيب لك سكتة قلبية. ويقال بتحصل في المقبرة حاجات مريبة ملهاش تفسير. تعالوا نحكي بعض القصص اللي حصلت مع بعض الناس واللي حكاها أصحابها. قصتنا الأولى مع حيدر، صاحب ال34 سنة، وده حفار كان شغال في المقبرة. بيقول حيدر: كنت شغال وبحفر قبر والليل دخل عليا، وقلت أخلص حفر وبعدين أبقى أمشي. وفي وسط ما شغال حسيت كأن في حد بيحدف عليا طوب. اتلفت حواليا، ما كانش فيه أي مصدر للي بيرمي عليا الطوب ده. كملت حفر عادي وانا شايف فيه طوب بيتحدف عليا، هو مش بيجي فيا بس انا شايف الطوب بيترمي حواليا. فجأة سمعت صوت حد بيتحرك ورايا، ولفيت ما لقيتش اي حاجة، فقمت ومعايا الكشاف بتاعي وفضلت انور وابص حواليا. وفجأة حسيت بإيد على كتفي اليمين، ما كانتش إيد عادية، دي كانت زي ما يكون محروقة، كأنك كنت حاططها في زيت وكانت بتنزل دم. بيقول حيدر: في الوقت ده ما حسيتش بنفسي غير وانا مغمى عليا، ولما صحيت كان الرعب الحقيقي. لقيت اني مرمي في مقبرة اللي كنت بحفر فيها، ونص اللي تحت مدفون في التراب ومش ظاهر غير راسي وصدري. طيب ايه اللي جابني هنا وانا كنت بعيدة عن القبر يجي ب30 متر؟ طيب مين اللي غطاني بالتراب كده؟ بيقول حيدر: اخدت فترة مش متزن وما كنتش بنام من الخوف، وحتى لو نمت كنت بصحى على كابوس وما كنتش بحس اني لوحدي، كنت دايما حاسس ان في حد بيراقبني، لحد ما مع الوقت اتحسنت. القصة التانية حصلت سنة 2013 مع تربي شغال في المقبرة دي اسمه جواد. جواد كان عنده 23 سنة، وبيقول جواد انه في يوم جاني خبر ان في دفن هتيجي بعد شوية، ومطلوب مني ان انزل اجهز القبر علشان الدفنة. وبالفعل عملت كده، وكان الوقت بعد المغرب، ورحت جهزت القبر وفتحت القبر وبدأت احفره. لكن في الوقت اللي شغال فيه حسيت ان باب المدفن بيخرج صوت تزييق، كأن حد بيقفله ببطء، ومرة واحدة الباب اتهبد وعمل صوت عالي. في الوقت ده انا خرجت من القبر وبصيت حواليا اشوف ايه اللي قفل الباب. قلت يمكن كلب او الهوا كان شديد، ولكن ما لقيتش اي حد. نزلت تاني اكمل شغلي، ولكن حصل نفس اللي حصل مرة تانية، صوت تزييق بطيء وفجأة الباب يتهبد بصوت عالي. في اللحظة دي انا بدأت اخاف جدا، فخرجت من القبر واستنيت الجنازة برا لحد ما تيجي. واول ما جت ونزلنا المتوفي واهله خرجوا، وانا بطلع للسلالم علشان اخرج وحصل اللي ما كانش يخطر على بالي. حسيت بإيد حد مسكتني من رجلي وسحبتني لورا ووقعت على وشي. فضلت أصرخ لحد ما 2 من أهل المتوفي نزلوا وخرجوني. ويقال إن جواد فضل يومين يحكي باللي حصل ويبكي بكاء شديد،
وبعدين اتجنن حرفيا، ويقال أيضا إنه موجود حاليا في مستشفى مجانين في بيروت. طيب السؤال هنا، مين كان بيقفل باب المدفن ويفتحه؟ طيب ايه اللي مسك رجل جواد وشده جوه القبر؟ كل ده عادي بالنسبة للقصة اللي هحكيها دلوقتي. في سنة 2018 السلطات أصدرت قرار، وهو إنه ما ينفعش حفار أو 2 بس يكونوا مسؤولين عن المقبرة. علشان كده جابوا 4 حفارين جداد ووزعوهم على شوارع المقبرة ال8، وبقى كل حفار مسؤول عن شارعين. وفي ليلة كان ال4 حفارين اجتمعوا مع بعض علشان يساعدوا في حفر مدفن كبير، وكانوا شغالين عادي. ولكن عدى يوم ومحدش شافهم، والتاني برضو محدش عارفهم راحوا فين، علشان في اليوم التالت أهل الحفارين دول يخرجوا يدوروا عليهم في المقبرة. فضلوا يلفوا ويدوروا عليهم برضو ملقوش حاجة. راحوا للمدفن اللي كانوا بيحفروا فيه، برضو ملقوهمش. بس الغريب انهم لقوا لبسهم وادواتهم مكانها في المدفن، لكن هما فين؟ مش موجودين. فضلوا يلفوا لحد ما سمعوا صوت واحد بيصرخ ويقول لقيتهم. اتجمع الناس علشان يشوفوا منظر غريب. لقوا ال4 حفارين مرميين جوه مدفن قديم مفتوح، وكانوا متوفيين، والطب الشرعي اثبت ان هما توفوا بسكتة قلبية. 4 رجالة تجيلهم سكتة قلبية مع بعض ويموتوا؟ طيب شافوا ايه خلي قلبهم يقف بالشكل ده؟ وايه اللي حط ال4 جوه المدفن برضو بالشكل ده؟ دي الاسئلة اللي الناس كانوا بيسألوها. وخرجوا على طول على بيت الشيخ عابد. والشيخ عابد ده راجل كان شغال في المقابر دي من حوالي 20 سنة، بس كبر وبطل شغل وقعد في البيت. راحت الناس ليه تسأله عن سبب اللي حصل للحفارين دول ومين عمل فيهم كده. لكن الشيخ عابد قال لهم ال4 دول شافوا حاجة قلبهم مستحملهاش ووقف. ممكن يكونوا شافوا الغول. الغول ده جن بيظهر بالليل في المكان، وبيكون على هيئة حيوان مرعب، وممكن يكون هو اللي عمل فيهم كده. ولكن فكروا معايا كده، ايه اللي ممكن يشوفوا 4 رجالة يخلي قلبهم يقف مرة واحدة؟ بصراحة اكيد شافوا شيء اقوى من اللي كان قلبهم ممكن يستحمله. طيب ايه اللي رماهم بالشكل ده في المدفن؟ ممكن تكون مش مصدق او تقولي ممكن الحاجات دي ليها اسباب منطقية. خليني اقولك ان في قصة حصلت سنة 2017، وصاحبها خرج في لقاء على التلفزيون وحكاها للناس. طيب القصة دي حصلت سنة 2017. كان في راجل رايح مدينة النجف علشان ينقل نمر عربيته من البصرة ويخليها تابعة لمرور النجف. والراجل ده كان ماشي بالليل بعربيته وعدى جنب مقبرة وادي السلام، وكان ليه صديق مدفون هناك، فقال واجب اني ادخل واقرأ ليه قرآن وادعيله. بيقول دخلت بالعربية من البوابة التانية، وكنت منور النور وفضلت ماشي على يميني وشمالي قبور لحد ما وصلت لآخر المقبرة. فركنت العربية ونزلت أمشي على رجلي، وفضلت أدور على قبر صديقي بين القبور، وبالفعل لقيته. وقفت قدامه وبدأت أقرأ قرآن، وبعد شوية بدأت أحكي لصديقي حصل إيه بعد ما هو توفى. كنت بحكي له كأنه موجود وقاعد جنبي، ولكن بمجرد ما قعدت وسندت بظهري للمدفن وبدأت أحكي، لقيت فيه طوب بيتحدف عليا، وسمعت صوت عيال صغيرة بتضحك كأنها هي اللي بتحدف عليا الطوب ده. بيقول فضلت أتلفت حواليا بس ما شفتش حد، لكن كنت حاسس بخطوات حد بيتحرك في المكان. فقلت خلاص يا فلان هبقى أجيلك بعدين، سلام عليكم. ولسه بيلف لقى إن في إيد حد على كتفه، ايد سودا وكلها شعر وضوافرها كبيرة. بيقول الغريبة اني لما لفيت وبصيت ما لقيتش اي حد. بيقول في اللحظة دي جسمي نمل وبدأت اجري بطريقة هستيرية، وفي وسط ما بجري كنت سامع اصوات ضحك حواليا بصوت عالي. والمشكلة اني بجري ومش عارف اوصل لعربيتي، والدنيا كلها ضلمة. ولكن فجأة لمحت راجلين واقفين بجوار مدفن، فقلت استغيث بيهم يمكن يساعدوني. ولكن الغريب ان الراجلين دول كان شكلهم غريب جدا، لبسهم متقطع وشعرهم منكوش، وحرفيا كلهم تراب كأنهم لسه خارجين من تحت الارض حالا. بس انا جمدت قلبي وقربت منهم
ولسه بقول لهم يا جماعة ممكن حد يساعدني، لقيت واحد منهم بصلي بنظرة كلها شر وقال لي انت ايه اللي جايبك هنا في الوقت ده؟ قلت له كنت جاي ازور واحد صاحبي مدفون هنا. راح الراجل التاني قال لي بصوت خشن ومرعب طيب ايه رأيك ندفنك جنبه؟ بيقول من صوت الراجل المرعب خفت وفضلت اجري، ولكن بصيت ورايا ما لقيتهمش، كأنهم فص ملح وداب، حرفيا كأنهم اتبخروا. بيقول فضلت ماشي بدور على عربيتي، ولكن وسط ما انا ماشي شفت ست شايلة بنت صغيرة. البنت اول ما شافتني خافت وخبت وشها في لبس الست دي. انا اول ما شفت كده اطمنت وكلمت الست وقلت لها لو سمحتي، ولسه ما كملتش الكلمة والست بصيت لي ولقيت وشها مرعب جدا، ما كانش ليه ملامح، كان عبارة عن جلد بس. من الرعب بيقول اغمى عليا وما حسيتش بنفسي غير الصبح، والنباشين بتوع المقبرة بيصحوا فيا وبيفوقوني، واول ما فقت اخدت عربيتي ومشيت على طول. احكيلكوا كمان قصة، دي قصة حصلت لمحمد سنة 2020. ومحمد ليه اخ مدفون في مقابر وادي السلام، تحديدا في البوابة رقم 6. بيقول محمد في يوم بعد العصرية كده اخدت عربيتي ورحت ازور اخويا، ولما وصلت للقبر قعدت جنبه وفضلت اعيط وابكي لحد ما رحت في النوم. واول ما صحيت كان الليل دخل، قمت وقلت اتمشى اروح للعربية واتحرك لاني كنت راكنها في مدخل البوابة بره. بيقول كل ما امشي الاقي نفسي قدام قبر اخويا تاني، والموضوع اتكرر معايا اكتر من 5 مرات. كل ما امشي الاقي نفسي في نفس النقطة جنب قبر اخويا. الموضوع كان زي المتاهة بالظبط. بيقول فضلت اقرأ قرآن وبالفعل قدرت اخرج واوصل للعربية. بيقول اول ما فتحت باب العربية لقيت راس خروف مقطوعة ومرمية في العربية والدم مغرق العربية. فضلت اصرخ واستعيذ بالله، وفجأة ببص حواليا ملقتش اي حاجة، لا دم ولا راس خروف. العربية كانت زي الفل، واخدت بعضي ومشيت على طول. هحكيلكوا دلوقتي اخر قصة معايا، حكاها راجل سواق تاكسي. بيقول في يوم بالليل كنت معدي بجوار مقابر وادي السلام، وشاورت لي بنت كانت حوالي 20 سنة، وقفت ليها وركبتها واتحركنا، ولكن فجأة قالت لي اقف وارجع انا نسيت شنطتي جوه. بيقول رجعت والبنت نزلت وقالت لي استناني هنا، ودخلت المقابر، وتعدي ربع ساعة ونص ساعة وساعة والبنت ما جاتش. الراجل من شهامته مرضيش يسيبها، وقال دي برضو في الاول والاخر بنت، وممكن ما تلاقيش حد تركب معاه لان المواصلات شحيحة بالليل خصوصا على الطريق ده. بيقول نزلت ادور على البنت في المقبرة، كنت فاكر انها ساكنة هناك زي الاماكن العشوائية ومعظم الناس اللي بتبني اوض في المقابر وبتسكن. ولكن الغريبة والحاجة اللي رعبتني هي اني وانا بدور شفت صورة البنت اللي ركبت معايا محطوطة على قبر ومكتوب عليها اسمها ووفاتها، وكانت متوفية يوم 14 اكتوبر 2015. ممكن تستغربوا من موضوع الصورة، ولكن ده عادي جدا في مقابر وادي السلام. ناس كتير بتحط صور المتوفيين فوق المقابر. بيقول سواق التاكسي خرجت اجري واخدت عربيتي ومشيت من المكان على طول. بس ودي كانت بعض القصص المرعبة والغريبة اللي حصلت مع ناس في مقابر دار السلام. بصي يا عزيزي، مقابر يعني وحشة وغربة وريحة الموت مالية المكان، يعني سحرة ودجالين بيدفنوا سحرهم. مقابر يعني مكان خاوي، يعني مسكن للجن. من الآخر لو ليك حد وحابب تزوره منصحكش تروح بالليل، لأن الليل ما يخصكش، الليل ده وقتهم هما، والأمر بيزداد صعوبة لو انت عندهم وفي مكانهم. صدقني هتتأذى جسديا ونفسيا.